ما عندكش باش تشري الحولي، ولكن راه تقدر تكريه. تقدر تكريه وتجيبو للدار وتصور معاه وتفرح به الوليدات وتبان به قدام الجيران، ونهار العيد في الصباح ترجعوا لمولاه. شفت هاد البوبليكاسيون مخي خرج هكذا، خرج قابلني قال لي اسمع سي بون، اللي ما تعرفني ما نعرفك، وهذه البلاد سي بون قصها هنا تحبس. قال لي انا هنا خلاص. شوف كراء الكيباش، اسمع مليح، 80,000 لليلة الواحدة، تفرح ولادك وما يستشفوا فيك الجيران، يتم إرجاعه يوم العيد بحجة أنك ذاهب إلى المذبح للاستهسار الاتصال بين 80,000 لليلة الواحدة. يكروا الكباش خويا، نكريهم 50. اللي ما عندوش خويا يكري خروف 50,000، عنده 300,000 فري يدخلوا للدار قدام الحومه. قال انت ما ذبحتش ما يبداوش يخزروا فيك انت شغل يتيم وزوالي ويبداو يحقروا فيك. خروفك يخرج كيما انت كيما الناس. قال لي ليله العيد خويا ضربوا دخل لامان ورجعوا لمولاه 300,000 وانت فريت اموراتك وجبت جيب ودخلتوا للدار كيما يناسبك السطره، وربي راه يشوف فيك. عندك عيط، ما عندكش كري، ما تقولهمش ما عيطش. ما السيد يروح يكري كبش يلعبوا به الدراري ولادو، ومن بعد نهار العيد يعاودوا يبيعوه له اللحم، زعما شي شويه اللحم وهذاك هو العيد. انا ما فهمتش الفكره هذه منهم يجيبوا فيهم الافكار هذوم. نيماجيني من على 4 سنين يولوا يكريو لك مراه دير معاك العرس في الصاله وكاع، ومن بعد تروح كي يخلص العرس تروح شغل نفس الحكايه. كباش للكراء. انتشرت هذه الأيام ظاهرة غريبة عن أوساط المجتمع الجزائري، تتمثل في كراء كباش العيد لمن لا يستطيع شراء الأضحية، حيث يتم كراء الكبش بمبلغ 8,000 دينار لليلة الواحدة، ويتم إرجاعه صبيحة العيد بحجة أن صاحب الكبش يأخذ أضحيته للمذبح لذبحها وسلخها، في حين أنه يرجع الكبش لصاحبه الذي يكري هذه الكباش. الأضحية غالية ماشي ما نقولوش، حتى اللي كان يقدر عليها سنة ممكن ما يذبحش، بصح باش توصل نتايا تقول كبش نكري لك كبش ب80,000 وصباح العيد تديه على اساسك دير لاباطوار للمذبح وانت ترجعه باش تفرح الدراري وباش تبان قدام الناس انك شريت كبش. يا لا اله الا الله، انا نشوفه انه هذا استهزاء بالدين وبالمبادئ وبالسنه. ما عسانا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله على الشيء اللي وصلنا له. أنت ولا أنت حبيتوا تشروا كبش العيد، ولكن الأثمان في الأسواق الجزائرية كتير بزاف. شركة كبشوش توفر لكم خدمة كراء كباش العيد يوم العيد فقط لمدة 48 ساعة. أنت كفقير لكي تظهر لجيرانك وعائلتك بأنك ذبحت، إنها حتى شعار عندك شري ما عندكش كري. هاد اليامات هادي كلشي كيهضر على هاد الظاهرة هادي اللي بانت في الجزائر. قالك عندك شري ما عندكش كري، قالك كري حولي ديال العيد باش ما يتشفاوش فيك الجيران والعديان وباش تفرح ولادك، ونهار العيد ترجع هاد الحولي هذا بحجة انك غتديه للمذبح. يعني كذب على الوليدات، يحولي يشوفوه الوليدات وما ياكلوش الوليدات، او دي بلاد الغاز والبترول وكيكريو الحواله. لا حول ولا قوة الا بالله.